كوسة بالبشاميل. يلا اتجمعوا عندي اللي بيحب الكوسة. بصي دي الكوسة بالبشاميل تحفة. انا بجيب الكوسة كده، حجم كبير حجم صغير مش هتفرق خالص على فكرة. هنغسلها ونقطعها بالشكل ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. سمي بالله ونصلي على رسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. هنجيب جريل بتاعي وهحط فيه نقطة زيت وهمسحها بالفرشة كده، احنا مش عايزين الكوسة تشرب زيت يعني. خلصنا الكوسة في لمح البصل. حطينا البصلايه كبيره كده هنشوحها، وبعدين هننزل عليها بالصدوق. انا عامله الكوسه النهارده بالصدوق. انا بقول صدوق عشان انا اسكندرانيه. وادي البطاطس 3 بطاطسيات كده بشرتهم. ما عندكيش الاداء دي ممكن تبشري بالمبشره عادي خالص. بصي الكوسه بتاعتي كنت مشوحاها تشويحه حلوه قوي، يعني يا دوب تعتبر مستويه. ونزلت بالصدوق بتاعي في شويه البصل وقلبتهم تقلبتين 3 كده. يا دوب بس شمعتهم كده لان احنا كل ده لسه هيخش الفرن تاني. وشويه الملح والفلفل الاسمر ونزلتها من على النار. هنا احنا هنعمل البشاميل. حط حته زبده كده حلوه و... وحوالي كوبايه صغيره من الدقيق. وهبتدي اشوح البشاميل بتاعي بالشكل ده لحد ما ياخد لون بسيط قوي قوي. وبعدين هبتدي انزل عليه اللبن يكون ساقع يا جماعه او شوربه ساقعه. اي حاجه هتحطيها على الدقيق لازم تبقى ساقعه، طالما الدقيق سخن يبقى هي تبقى ساقعه عشان ما يتكتلش منك. وهتقلبيه وهيروح كريمي زي الفل، مفيش اي مشكله خالص. ولو حصل واتكتل منك اضربيه ضربه في الخلاط او في الكبه، وما تقوليش لحد، مفيش مشكله خالص. هنحط طبقه كده في القعر الصاج بتاعي، والبطاطس انا شطفتها وعصرتها كويس جدا. وبعدين هنبتدي نرشها كده مبشوره بالشكل ده، هي نيه بس هتستوي يعني على طول لان هي طبعا مبشوره مش بتاخد سوا. رشه الكوسه، وطبعا الكوسه بتبقى دلعه، لازم ارش لها رشه ملح كويسه ورشه فلفل اسمر برده كويسه. وبرده حطيت لها شويه بابريكا مدخنه لان كوسه من الخضار اللي بيبقى محتاج تطعيمات يعني. خلصت كده التوابل بتاعت الكوسه بتاعتي، هبتدي انزل بالصدوق في النص. وبعدين هغطيه على طول بطبقه تانية من البطاطس. وهنزل عليه بالبشاميل. البشاميل بتاعي هنا مش زي البشاميل بتاع المكرونه اللي بالبشاميل، لا انا يعني مخففاه شويه هنا. لان عندنا المكونات بتاعتنا كلها سايبه ومفرفطه، فمحتاجين البشاميل بتاعي يتغلغل ويخش جوه الخضار كله عشان تتماسك مع بعضها وتاخد من طعم بعضها كده. هحط الجبنه الموتزاريلا على الوش وهدخلها في الفرن في الرف الاوسط. وخلاص مجرد ما اتحمرت خلاص خلصنا، ان يعتبر الخضار كله مستوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم، كل سنه وانتم طيبين. باي باي.